في دوشة حواليا صح؟ ايه رأيك لو بضغطة واحدة بس خليت لك الصوت زي ما انت سامع دلوقتي وبطريقة مجانية من غير اي امكانيات؟ اهلا بيكم، معاكم ميجو. طريقة واحدة بس قادرة تغنيك انك تطلع الصوت بتاعك بطريقة احترافية زي ما انت سامعه دلوقتي. جايب لكم النهارده حل انا بستخدمه لحد الان، حتى في الصوت اللي انت سامعه دلوقتي انا مستخدم الطريقة دي. الطريقة دي بقى تنفع معاك لو انت بتسجل من مايك، من موبايل، من كاميرا اللي انت اصلا ما ينفعش تسجل منها، اي حاجة تأثر على صوتك في الفيديو بتتعالج. عايز اقول لكم ان في فيديوهات شخصية انا سجلتها حصل فيها مشكلة في الصوت، وده اكتشفته بعد ما صورت وهو عالجها لي. خلاص انت عمال تكلمني في فكرة ان انا ما اشتريش تليفون، طب امتى بقى اشتري تليفون؟ خلاص انت عمال تكلمني في فكرة ان انا ما اشتريش تليفون، طب امتى بقى اشتري تليفون؟ انت كمان مش هيشيل لك الدوشة بس، ده كمان هيحافظ لك على مستوى الصوت ومستوى الحروف. في حروف صوتك فيها بيعلى وفي حروف صوتك بيبقى فيها واطي، هو بيوزن لك كل الكلام ده. وهو موقع مجاني تماما اسمه ايوفونيك. هو ليه عيب واحد بس عادي نقدر نحله وانا بشرح لكم الويب سايت. دلوقتي ده شكل الويب سايت على الديسكتوب او على اللاب. هو على فكرة تقدر تشغله عادي على الموبايل اهو، بيبقى شغال مفيش اي مشكله. لما تدخل على الويب سايت هتلاقي كلمه لوجين فوق على اليمين، لازم تعمل لوجين بجوجل بقى او باي اكونت ليك. لو دوست عليه كده بيظهر لك اهي جوجل تحت، لازم تعمل ساين ان بجوجل. بعد ما عملنا ساين ان بجوجل بتيجي هنا عند الحته دي بالظبط بتدوس عليها، بيفتح لك التاب اللي تقدر تاخد منها فايل الصوت بتاعك. بتدوس عليه كليكتين كده، بعد كده بيظهر لك التاب دي، بتدوس على السهم ده بيظهر لك خيارات كتير قدامك. اول حاجه دي اللي هي كيب ميوزك، لو في ميوزك جنبك وانت بتسجل الصوت بيفضل سايبها في الصوت. تاني خيار ده هينضف لك الصوت مع انه برضه هيسيب الموسيقى. تالت خيار قدامك ريموف ميوزك، ده هيشيل الميوزك اللي حواليك. اللي تحتيه ده هيسيب الميوزك، وكمان لو في تاثيرات صوت هيسيبها لك. عندك خيارات كتير في الويب سايت، بس انا في الاغلب ما باجي بستخدم اللي هي ريموف ميوزك. بسيب طبعا النفس لانها بتدي حاجه واقعيه شويه في الفيديو، فبدوس ريموف ميوزك. بعد كده تدوس ستارت هنا، بس هو بقى بيقعد يعمل ابلود لوحده للفايل. بعد كده بيقعد ينظف الفويس نفسه من الدوشه اللي حواليه. بعد كده بيديك الفايل اهو، تاخده فيديو او اوديو عادي. بتدوس انت طبعا، هو كده مش فيديو، تقدر ترفع فيديو، وبتدوس كلمه داونلود، الفايل بينزل لك عادي على الجهاز بتاعك. الوحش بقى في البرنامج ايه؟ ان انت ليك ليميت ساعتين بس في الشهر كله لاكونت جيميل واحد، فانت تقدر تتفادى المشكله دي وتعمل جيميل تاني عادي جدا وتخش، هتاخد ساعتين جداد، يبقى كده بقى معاك 4 ساعات وهكذا. طبعا الصوت اللي سامعه دلوقتي ده حصل عليه تعديلات بعد ما عدلنا او شلنا النويز اللي في الصوت، فدي مرحله تانية ملهاش علاقه. لكن انت لو بتسجل بالموبايل او حاجه زي كده عادي، ده هيكفيك قوي